كلمة راضي بقى بالإنجليزي معناها satisfied. satisfied يعني راضي عن حاجة، فنقول the manager isn't satisfied. المدير مش راضي. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أهم 1000 كلمة في اللغة الإنجليزية. كلمة shake معناها يتهز أو يرج، فنقول مثلا shake the bottle before opening، يعني رج العبوة أو الإزازة قبل الفتح. أما بقى كلمة sharp معناها حاجة حادة، فنقول مثلا the knife is sharp، يعني السكينة حادة. كمان بتطلق على المواعيد المظبوطة، لما نقول مثلا 6 o'clock sharp يعني 6 بالظبط. كلمة shelter معناها ملجأ، فنقول مثلا we need a shelter، يعني احنا محتاجين ملجأ، مكان نقعد فيه أو نحتمي بيه. كلمة بقى shocked يعني صدمة أو مصدوم، فنقول مثلا she was shocked when she saw him، هي كانت مصدومة لما شافته. استخدم بقى كلمة shocked في مثال تاني من عندك في الكومنت عشان تفتكرها.